ازيكم؟ ابرز مميزات قادمه في الايفون 15 برو ماكس او الايفون 15 الترا. في الفيديو هنتكلم عن مزيد من التفاصيل الجديده عن التصميم والشكل بتاع الايفون بالاضافه لبعض المميزات الاخرى، فمهم جدا تنزل دلوقتي تعمل لايك تكمل الفيديو للاخر عشان تعرف كل التفاصيل. أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد، أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك أنا الورد. مبدئيا كده لازم نسمي العمليه النوعيه اللي قام بها الجندي المصري واللي فطس فيها 3 كلاب. كنا نتمنى ان يكون العدد اكبر من كده، ولكن تتعوض ان شاء الله. ربنا يرحمه ان شاء الله وتقبله في الشهداء. من ناحيه التصميم بتاع الايفون 14 برو ماكس، فتصميم الموبايل هنا هيكون مختلف شويه. التصميم هنا بالكامل هيكون من التيتانيوم، وماده التيتانيوم دي ماده مقاومه للصدأ، وفي خصائص الماده دي انها اقوى من المواد العاديه زي الالومنيوم والفولاذ التقليدي او الحديد، ومقاومه اكتر للصدأ واخف كمان في الوزن، وطبعا سعرها اغلى من الاسعار بتاعه المواد الثانيه، فتكلفه الموبايل هنا هتزيد طبعا، ودي تفاصيل هنتكلم عنها بعد شويه. الماده دي مش هتكون تيتانيوم خالصه، لان التيتانيوم بشكل عام سهل انه يتجرح مع الاستخدام لفترات طويله، فالمفروض ان ابل هتعمل مزيج ما بين التيتانيوم وما بين ماده ثانيه صلبه، ممكن تكون الفولاذ التقليدي مثلا. ما نعرفش تفاصيل اكتر لحد دلوقتي، ولكن على حسب التسريبات وموقع ماكرومرس فالمفروض ان الموبايل مش هيكون بتصميم خالص من التيتانيوم. بالاضافه لتصميم الموبايل كمان ان الكاميرات هنا هتكون اقل بروزا من الجيل اللي فات ال 14 برو ماكس، بالاضافه لان الموبايل هيجي بانحناء او ايدج في الظهر، وده عشان يسهل مسكه الموبايل في ايدك لو انت بتستخدم الموبايل ده لفترات طويله، مع الاحتفاظ بنفس الخصائص ونفس المميزات بتاعه التصميم بتاع الايفون، مع نفس الاطار اللي بيكون من الالومنيوم، ولكن المفروض هنا هيكون من التيتانيوم، نفس الشكل نفس الملامح تقريبا مع بعض التغييرات الطفيفه، بالاضافه كمان لايدج او انحناء في الشاشه. هنيجي للايدج وتفاصيل اكتر عنه كمان شويه، ولكن الشاشه هنا هتحتفظ بنفس المميزات بتاعتها هي بدون اي اختلاف. الشاشه هنا هتكون LTPO سوبر ريتنا XDR OLED، الشاشه دي هتكون 6.7 انش، ومن المتوقع انها تحتفظ بنفس معدل البرايتنس اللي بيبدا من 1000 نتس وبيوصل لحد 2000 نتس في وضع الذروه او تحت اضاءه الشمس المباشره، بالاضافه للاحتفاظ بنفس الريزوليوشن 1290 في 2796 بكسل، وده اللي بيديك معدل PPI 460 بكسل لكل انش، بالاضافه لطبقه حمايه من السيراميك، بالاضافه لدعم ال HDR10، بالاضافه لدعم الدولبي فيجن، بالاضافه لدعم الريفريش ريت السريع ال 120 هرتز، بالاضافه ان الموبايل ده ال 15 برو وال 15 برو ماكس هيجوا باصغر حواف موجوده على اي موبايل في العالم. وشفنا قبل كده بروتوتايب او نموذج للايفون 14 برو ماكس مع لويس من قناه انبوكس ثيرابي، وقد ايه هنا التغيير واضح، وشكل الحواف هنا اصغر بكتير جدا عن الجيل اللي فات، هي مش بكتير قوي يعني، ولكن شكل التصميم اظرف والطف كتير عن ال 14 برو. بالاضافه لتغيير تاني مهم جدا في الايفون 14 برو والبرو ماكس، هي ان الشاشه دي هتكون بايدج او انحناء من الجنب، يعني شاشه الايفون على غير العاده مش هتكون فلات بالكامل، الشاشه هيكون فيها انحناء من الجوانب، ولكن مش ايدج حرفيا، ان الايدج هيكون منحني ومكبوب اكتر على الاطراف، مش هيكون ايدج قوي يعني، حجمه هيكون صغير او الزاويه بتاعته هتكون صغيره. وعلى حسب موقع ماكرومرس الخاص في تسريبات شركه ابل ان الايدج ده هيكون نفس الايدج او الانحناء اللي موجود في ساعات ابل السيريز 7 والسيريز 8، نفس الانحناء نفس الشكل تقريبا وبنفس الدرجه، وده قد يكون ليه ميزه انه بيخلي شكل الموبايل الطف وشكله احلى، وبيديك ايحاء ان الموبايل بدون اي حواف، يعني الموبايل ملفوف على نفسه كده، وبيكون استخدامه حلو وظريف. مش لكل الناس طبعا، مش كل الناس بتفضل الايدج، ولكن بيكون ليه ضريبه انك لازم تركب سكرينه من نوع خاص، انك ما تركبش اي سكرينه والسلام، لان اي خبطه في الشاشه دي بتبوظها على طول والشاشه بتتكسر، ودي حاجه مش هتتمناها ابدا انها تحصل لك لو كان معاك الايفون 15 برو ماكس، واللي سعره المفروض يوصل لحد $1300 على حسب التسريبات، فدي مشكله كبيره جدا. فيا ريت تكتبوا لي ارائكم تحت في الكومنتات بخصوص النقطه دي تحديدا. بالاضافه للحواف الاصغر اللي هتكون في ال 15 برو وال 15 برو ماكس اللي هتكون اصغر من الجيل اللي فات ال 14 برو والبرو ماكس، حجم الموبايل هنا كمان هيكون اصغر من الجيل اللي فات، بالاضافه لان الموبايل ده هيكون سمكه اكبر من الجيل اللي فات في نفس الوقت، يعني الايفون 15 برو والبرو ماكس حجمهم في المجمل هيكون اصغر بسبب الحواف اللي بقت اصغر اصلا مع الاحتفاظ بنفس الشاشه ونفس الحجم، ولكن السمك بتاع الموبايل هيكون اصغر من الجيل اللي فات، فده زي ما يكون ضغط الموبايل كده حجم الموبايل بقى اتخن من الجيل اللي فات. ال 14 برو ماكس كان بيجي بسمك 7.9 مللي، ولكن الجيل القادم ال 15 برو والبرو ماكس هيكون بسمك 8.25 مللي. حجم الموبايل اللي هيبقى اصغر، فرق مش كبير قوي عن الجيل اللي فات، وسمك الموبايل كمان فرق مش كبير قوي، ولكن على الورق الموبايل هنا اصغر وحجمه اضخم من الجيل اللي فات. الموبايل هيحتفظ بنفس الحجم بتاع الدايناميك ايلاند او الجزيره التفاعليه، هي بنفس الحجم بدون اي اختلاف تقريبا، بالاضافه لان الموبايل ده هيكون فيه تغيير مهم من ناحيه الزراير. زراير الصوت هتكون زرار واحد متصل، مش هيكونوا زرارين منفصلين، ولكن زرار الصامت او الميوت اللي بتعمل من خلاله الموبايل ده صامت، اللي هو زرار السويتش اللي بيكون في الجنب ده، هيتم تغييره بزرار تاني زي اللي موجود في الابل واتش الترا كده. الزرار اللي قابل للتخصيص ممكن تخصصه لاي حاجه
حاجه انت عايزها. ممكن تخصصه بضغطتين انه يفتح الكاميرا، ضغطه واحده يعمل الموبايل ميوت، 3 ضغطات يفتح الاله الحاسبه، 5 ضغطات مثلا ممكن يفتح اليوتيوب. الحاجات دي انت بتخصصها وبتبرمجها مسبقا، وده عشان يسهل عليك استخدام الموبايل. على حسب التسريبات فالمفروض ان الشاشه في الايفون 15 برو والبرو ماكس والموبايلات الصغيره كمان هتيجي متصنعه بتقنيه 28 نانو، ودي المفروض انها بتستهلك كميه طاقه اقل من الجيل اللي فات، وده بالتالي بينعكس على عمر البطاريه. استنزاف البطاريه كمان بيقل، وده نسبيا المفروض يطول من عمر البطاريه في الاستخدام العادي بتاع الموبايل. بالاضافه ان الموبايل ده هيستخدم منفذ يو اس بي تايب سي بدل منفذ لايتنينج في الاجيال اللي فاتت، فالمفروض ان الايفون يجي مع اليو اس بي تايب سي ولكن الثاندر بولت 3، وده المفروض ان اسرع من اليو اس بي تايب سي العادي، وبينقل البيانات بسرعه بتصل لحد 40 جيجا بت في الثانيه. ولكن الايفون الصغير ال 15 وال 15 بلس هيجوا مع اليو اس بي تايب سي 2.0، وده المفروض اللي بينقل البيانات بسرعه 480 ميجا بت في الثانيه. يعني هنا في مميزات اكبر من ناحيه الثاندر بولت او اليو اس بي تايب سي اللي موجود في ال 15 برو وال 15 برو ماكس على الموبايلات الصغيره ال 15 وال 15 بلس. والمفروض ان الموبايل هيجي بيو اس بي تايب سي، المفروض في نفس الوقت سرعه الشحن تكون اكبر او دعم سرعه شحن اكبر في الايفونات القادمه، ولكن لحد دلوقتي ده مش واضح بشكل كامل. هل هيتم زياده سرعه الشحن هنا ولا لا؟ ما نعرفش لحد دلوقتي. بالاضافه لتحديثات مهمه من ناحيه الكاميرات، بيقال ان الموبايل هيجي مع كاميرا 108 ميجا بكسل، ولكن ده قد يكون مش واقعي قوي بالنسبه للتحديثات اللي بتعملها شركه ابل. ما بتعملش تغييرات جذريه كده من ناحيه الكاميرا، ولكن ده شيء كويس جدا لو حصل ان الموبايل ده يجيب 108 ميجا بكسل من ناحيه الكاميرا الاساسيه، بالاضافه للكاميرا 48 ميجا بكسل تيليفوتو، والمفروض انها تعمل تقريب بصري حقيقي من 5 ل 6 اكس زوم، وده طبعا تقريب بصري من غير ما تخسر اي جوده او تفاصيل في الصوره. والمفروض ان الكاميرا هتعمل برضه في نفس الوقت 100 اكس زوم ديجيتال او عن طريق السوفت وير، بالاضافه لاحتفاظ الموبايل بنفس الكاميرا الالترا وايد ال 12 ميجا بكسل، هي نفس الكاميرا بدون اي تغييرات. بالاضافه لللايدار سنسور، فالمفروض ان اللايدار او المسح الضوئي ده من شركه سوني هيستهلك كميه اقل من الطاقه عن الجيل اللي فات، وده اللي بدوره برضه بيوفر اكتر في عمر البطاريه، وبينعكس على تجربه الموبايل ان البطاريه تقعد فترات اطول. وعلى ذكر كمان توفير اكتر في عمر البطاريه، فان المفروض ان البرو والبرو ماكس من فئه ال 15 هيجوا مع الابل شيب A17 بايونيك، الشريحه الجديده من شركه ابل واللي معموله على معماريه 3 نانو، ودي المفروض توفر اكتر في عمر البطاريه عن الجيل اللي فات وتديك اداء افضل بنسبه 20%، وده اللي هيخلي الشريحه دي شريحه قويه جدا، خصوصا انها ب 3 نانو بس مش ب 4 نانو، وده المفروض يوفر اكتر في عمر البطاريه بنسبه 30% عن الجيل اللي فات. بالاضافه لتغيير مهم كمان هي ان الايفونات الرائده ال 15 برو والبرو ماكس هيجوا مع 8 جيجا بايت رام بدل 6 جيجا بايت رام في الجيل اللي فات، يعني هنا هيكون في سعه رام اكبر من الجيل اللي فات ب 2 جيجا بايت رام. المفروض ان الموبايل ده يستخدم شريحه اتصال من كوالكوم، ودي المفروض تحسن من اداء ال 5G وتحسن كمان من التغطيه والكفاءه، بالاضافه لدعم الواي فاي 6E، وده المفروض المقابل او المناظر لشبكه ال 5G، وده معناه سرعات اكبر للواي فاي وتغطيه افضل كمان. المفروض ان الايفونات القادمه في فئه ال 15 اللي هتطرح داخل الولايات المتحده هتيجي مع شريحه الاي سيم بس، مش هتيجي مع شريحه النانو سيم والاي سيم في نفس الوقت، هتدعم بس شريحه الاي سيم داخل الولايات المتحده، ولكن في البلدان الثانيه هتدعم عادي شريحه الاي سيم وشريحه النانو سيم، بالاضافه للواجهه الجديده لاي او اس 17 واللي المفروض يعلن عنها في ال WWDC 2023 اللي بعد يومين تقريبا، بالاضافه لبعض التحسينات والمميزات القادمه مع الفيس اي دي. المفروض ان سعر الموبايل على حسب التسريبات يزيد حوالي $100 تقريبا، وده معناه ان نسخه ال 8 256 المفروض هتيجي بسعر $1300، وده طبعا نسبيا قد يكون مبرر شويه لان الموبايل هيبدا من 8 جيجا بايت رام و256 جيجا ساعه تخزين داخليه، بالاضافه كمان للتحسينات على التصميم بتاع الموبايل، بالاضافه للتحسينات القادمه مع المعالج الجديد والتحسينات القادمه على التصميم بتاع الشاشه. والمفروض على حسب التسريبات ان الموبايل ده بيوفر اكتر في عمر البطاريه، وده بيبرر لشركه ابل انها تقدم بطاريه اقل من الجيل اللي فات، والبطاريه هنا هتكون 3095 ملي امبير مع الاحتفاظ بنفس السرعات بتاعه الشحن هي بدون اي تغييرات، دعم شحن سلكي بقوه 16.5 واط، دعم شحن لاسلكي ماك سيف بقوه 15 واط، ودعم الشحن اللاسلكي العكسي بقوه 7.5 واط. قولوا لي ارائكم تحت في الكومنتات بخصوص المميزات القادمه مع الايفون 15 وال 15 برو ماكس او الايفون 15 الترا. هستنى كل الاراء بتاعتكم تحت في الكومنتات واشوفكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.